في يوليو 2020 الليل كان سخن في بيروت، المدينة عرقانة من الحر والكهرباء القطعة، والحقيقة اللي مش لاقية مطرح. بيقعد على مقهى باللبناني أو قهوة بالمصري شاب وبنت، القهوة بتغلي وعلى وشها وش مرارة الأيام أكتر حتى من مرارة البن نفسه. البنت اسمها ليلى تضحك لصاحبها وبتقول له: شوف كل الناس بتشرب قهوة. يرد عليها وهو بيولع سيجارة: شعب بيشرب على قد قهوي لازم يكون أوعى من هيك. بيضحكوا هما الاتنين كأنهم لقطوا نكتة محدش بيضحك عليها غيرهم، وقالوا فجأة بصوت مسموع لبعض: زياد. بس ضحكتهم بتتكسر فجأة بصوت واحد بيعلى فجأة بيقول: لبنان حر ومستقل. بإيد ثابتة بيحط مسدسه على راسه، طلقة واحدة وورقة مكتوب عليها: أنا مش كافر بس الجوع كافر. كلمات زياد الرحباني اللي من الثمانينات شقت جدار الصوت وسكنت في قلوب الناس. كل يوم صوت بيغنيها، كل يوم حد بيقول أنا مش كافر. بعديها الكل رجع يسأل: مين زياد؟ إذا اجتمعوا في كل اللي شيء كافرين أنا مش كافر. مساء الخير، صباح الخير، اهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج معرفش. اول ما هتفكر في زياد يمكن تشوفه قاعد لوحده وظهره للناس، قدامه بيانو كبير قد حياته. البيانو مش مجرد آلة موسيقيه، البيانو حكايه كامله بتلعب بين النور والظل. في البيانو في مفاتيح بيضة، مفاتيح بتطلع صوت صافي، نغمه نقيه كانها حلم او فكره بسيطه او لحظه صدق. اما بقى المفاتيح السوداء فموجوده على طول عشان تكسر النغمه، تزودها حزن، تديها شويه توتر، تفتح باب للدراما جوه اللحن. لو لعبت بمفاتيح البيضه بس النغمه بتبقى مسطحه جميله بس ناقصه، ولو لعبت بالسودا بس الصوت بيبقى نشاز ضلمه من غير نجمه. والحياه نفسها كمان كده. وزياد كان فاهم ده اكتر من اي حد، كان فاهم ان في نغمه محتاجه مفتاح ابيض جنب مفتاح اسود تاني عشان توصل للناس زيه، فاهم ان في ضحكه بتطلع من قلب المعاناه، وفي اغنيه تانية بتبدا من شتيمه، وفي فكره بتتولد من الكفر. البدال هو الدواسه اللي تحت اللي بيعزف، بيدوس عليها عشان يطول النغمه، عشان يسيب الصدى يملى القاع حتى لو رفع ايده من على المفتاح، عشان النغمه تفضل عايشه وتعيش اكتر من اللي بيعزف نفسه. وزياد حياته شبه البيانو، اوقات بدال بيطول جدا الكلام، بالذات لو الكلام مش عاجب اللي بيسمعه، بيمدد النشاز عشان يحاصر النغمه الحلوه ويكشفها على حياته، بيخلي الوجع يرن جواك حتى لو نغمه خلصت. عشان كده لما بنقول ان زياد هو البيانو، عشان فعلا في كتير منه. البيانو كان جسمه وصوته ولسانه ولعبته، ويمكن كان حتى غلبه كله. شو بعد في؟ بعد في البيانو. كل ما دق بيانو بيشتاق لك، واذا ما كنت عم دق بيانو وعم بيشتاق لك بكون نايم، وهون بكون احسن شيء. بس السؤال اللي محتاجين نجاوب عليه: ليه كل الضجة اللي أثابت العرب كلهم بموت زياد؟ ليه إحنا كمعرفش بنعمل عنه حلقة؟ هل لمجرد إن هو ابن فيروز، واحدة من أهم مغنيات العرب والوحيدة اللي قدرت تقرب من أم كلثوم؟ هل لأنه كان مثير جدا للجدل فعلا؟ ولا عشان هو عنده مواهب كتير؟ ولا قدر يعبر عن أفكاره وذاته باستخدام كل الوسائل؟ التمثيل والمسرح والكتابة، الأغاني وتلحينها والمقالات، ده حتى الإذاعة. أسئلة كتير وكلها هل بس عشان نعرف نجاوب لازم نعرف مين هو زياد. اسمه زياد عاصي الرحباني، اول نتاج جيني بين الرحابنه ونهاد حداد اللي العالم بعد كده سماها فيروز. الاتنين عاصي ومنصور اتخلقوا عشان خاطر يلحنوا الحلم لبنان، وهي اتخلقت عشان تغنيه. والولد اللي اتولد في يناير 56 اتخلق عشان يكسر النوتة لو خرجت موزونة زيادة عن اللزوم. زياد من أول نفس بيسمع نغمة وبيسمع نشاز بيفهم إن البيت اللي حواليه ده أكتر من مجرد سقف، ده وتر ومشدود بين حلم وأزمة. في البداية عاصي ومنصور اختلفوا أصلا إذا كانت فيروز تنفع مغنية ولا لأ، واتطرت العلاقة والألحان والأغاني بينهم، وتعودت فيروز وعاصي إن هم يقعدوا تحت شجرة في حوش الإذاعة. وعرض عاصي على فيروز الجواز ووافقت وتم الجواز، وأعلن الجواز في 23 يناير 55. وفي يناير اللي بعده كان الأخوان رحباني كانوا بيعملوا جوقة موسيقية خاصة في مستشفى ولادة في انتظار مولود جديد اتولد اسمه زياد، او ولي العهد زي ما اطلقت الصحافه وقتها. واللي اتعملت مسابقه وقتها بجائزه لاختيار اسم عربي يليق بنهاد ورهبانيه. فرحه الناس بميلاد طفل حقيقي غير الاعمال الفنيه كانت كبيره، واللي فازت بجائزه 25 ليره
واختارت اسم زياد السيده وداد بيدس، مرات يوسف بيدس رجل الاعمال المشهور الفلسطيني، واللي ليه قصه كبيره مفيش مجال لحكيها دلوقتي. عاش زياد طفولته في بيت فني طول الوقت، مسرح وممثلين وكتابه وشعر وكل آلات الموسيقى حواليه، كل العيله فن، خالته وعمته وعمه منصور وعمه الياس وابوه وامه طبعا واصدقائهم. الفن في كل حته في البيت، المسرح والموسيقى طول الوقت اوتار مرصوصه، اوتار مربوطه بمفاتيح البيانو، شويه تتشد وشويه ترخي. المهم تمر الايام ونوصل لسنه 1972. 26 سبتمبر تحديدا كانوا بيجهزوا المسرحيه في قصر البيكاديلي كالعاده. مسرحيه كان اسمها المحطه، وفجاه وبدون اي مقدمات بيحصل لعاصي نزيف في المخ، ولبنان كلها بتقف من صدمه الخبر، ومعظم محبين فن الرحبانيه بيتفجعوا عشان يتشد اول وتر في حياه زياد. تبدا الصلوات في كل مكان لانقاذ روح عاصي، وفعلا بتتعمل له جراحه نادره، والجراحه بتقول يا اما الموت يا اما الشلل يا اما العمى. في التوقيت ده منصور بيطلب من زياد اللي سنه تقريبا 16 سنه انه يعمل لحن لامه. سمع منصور ان هو كان متفق مع حد تاني انه يدير اللحن ده. ما تستغربش، بص كده على الفيديو ده. صحيح رياض، مش لأنه ابن أختي، بس زياد فنان موهوب. تصور أنا مثلا عمل لي غنية كان عمره 14 سنة. كان اسمها ضل يحبيني. ضل يحبيني يا لوزي. ده فيديو لاخت فيروز بتتكلم ان زياد ادالها لحن وهو عنده 14 سنه تغنيه، وفعلا بيكتب منصور الكلمات اللي بتبقى اول لحن ما بين الابن والام. ايه هي بقى الاغنيه؟ سألوني الناس عنك يا حبيبي، كتبوا المكاتيب وأخذ الهوى. مع كل سنه بتمر مشاكل البيت بتنفجر اكتر والشرخ بيزيد. مفاتيح كانت بيضه في حياه زياد نغمتها هاديه وواضحه، فجاه بتتحول لمفاتيح سودا نغمتها عاليه جدا، صخبه ما فيهاش اي هدوء. صوابع زياد فجاه بتروح لها وتدوس عليها غصب عنه. عاصي مطمن وشايف ان فيروز رغم خناقاتها وحواراتها لكن هي مش تقدر تعمل اي حاجه. وعاصي كمان بيتعامل مع زياد ان هو كبير. زياد بيقول ان عاصي كان بينسى ان هو تلميذ، عمره ما اهتم بزياد ودراسته. لو كان في بيانيست غايب زياد يغيب من مدرسته، بيعزف زياد مكانه يقول لابوه انا عندي مدرسه، بيقول له مش هتفرق يعني يوم ولا اتنين. كانوا بيستنوا زياد اللي هو اللي يفصل ما بينهم في خناقاتهم، اللي وصلوا لطريقه غريبه لدرجه ان هم كانوا بيسجلوا جلسات الصلح والخناقات لبعض، وقاضي وكاتب الجلسات دي زياد. وهو عنده كام؟ وهو عنده 12 سنه. الاطفال الثلاثه كانوا منعزلين تماما عن المشاكل دي، وزياد كان بيقوم بدور مش ابنهم. وعاصي وفيروز كانوا بيتعاملوا مع اخوات زياد الثلاثه ان هم ولادهم، بس زياد ده مجرد امين جلسه. تخيل طفل بيرجع من المدرسه ويلاقي الام والاب مستنيينه عشان يفتح بقى محضر الجلسه لخناقاتهم ومشاكلهم ويفصل بينهم الموضوع، مش بس في الخناقات والشغل، حتى الراي في الالحان. عاصي كان بيسمع لزياد الموسيقى، بيحكي زياد ان عاصي كان بيالف الموسيقى بالهام شديد، او مجرد ما يمسك القلم يكتب، ومجرد ما يمسك الآلة بيعزف، ومجرد ما يحط راسي وينام عادي. عاصي كان بيهتم بتفاصيل صغيره قوي في اللحن محدش كان بيحس بيها، وهو بيحس انها فرق كبير، ويسال زياد هي دي احلى ولا دي احلى؟ فزياد بقى يركز عشان يشوف الفرق، ولو وصل له لو قال رأي اتفق مع ابوه يهلل بقى ويقول بقى يا سلام احلى كلام. ولو انتصر لعمه منصور ولا فيروز من غير ما يقصد يتقال له انت حمار ابن حمار، وانا غلطان ان انا باخد رايك اصلا. طول الوقت الولد عايش بين اوتار مشدوده ممكن تتقطع في اي لحظه. يمكن كم الضغط والشد هو اللي اثر كده في حياه زياد، معرفش، بس كم الحمل والضغط اللي شاله زياد خلاه يستقل بدري قوي في حياته من هو عنده 14 سنه. كان معجب بزي الكتايب والتمارين والرياضه، دخل على ابوه قال له انا قررت انضم للكتايب. ابوه رفض وقال له لا. اتفاجئ زياد بفكره الطائفيه بتظهر جوه ابوه اللي قاد لبنان لحلم رومانسي بعيد عن الواقع قبل كده. احنا مالنا مارونيه، احنا رون، احنا مالنا بالكتايب وغيره، احنا فن وبس. عاصي كان انضج من زياد في فهمه لدور الفنان في العصر ده، ممكن بس اسلوبه في التعبير ما اشبعش زياد المراهق المتمرد، بالعكس ده فتحت من اللحظه دي اسئله كتير، من اول حياتنا المرفهه وحياه الطفل الجعان اللي شافه من ازاز عربيته وهو بيغني اغاني فيروز وهو بيشحت، ليه وازاي ومين وفين. اسئله كتير قوي يدور عليها زياد، ودور على الاجابات ليها يمكن طول حياته. اللي وصلنا له قال انه غني عم يعطي فقير، كانه المصاري قشطت لحالها. زي ما قلنا مفاتيح بيانو بيضة كل شويه بتتشوه ويغمق لونها عشان تتغير نظره الطفل خالص للحياه، للعدل والمساواه، البراءه والوداعه، وسؤال وجودي بيطرح فينا من واحنا عيال. الاغنيه دي اول اغنيه حبيتها لزياد، وبتعكس تجربه زياد في كل شيء، وبتوريك قدر السخريه، فيها مزج بين الثقافه المصريه زكريا احمد وسيد درويش وروح لبنان، والعالم المتعذب بفروق طبقيه، تحلم ببكره وعداله اجتماعيه واللي مش هتتحقق، وان مش صحيح الهوى غلاب زي ما قالت الست. تجربه طويله الروح دي ما غابتش عنها، هتلاقيها في اغاني كتير جدا لزياد. يعني عملها برضو في نهايه زمان الطائفيه، واللي ختمها بجمله ميت اشوفك غايب عن عيني بتاعت رشدي، وبتبان بالصياعه اكتر زي ما قال في كتاب
بصحبة العربية، كاين راقي وحنون او مايل على الغصون. احالة لاغنيتها يا مايل على الغصون، تجربة زياد الفنية هي نتاج لتجربته الفكرية. مسرح زياد هو سؤال ما طبطبش ابدا على الشعب وبنى له احلام وردية. زياد استقل عن البيت بعد ما قبض من عمه الياس 8000 ليرة اشترى بيهم بعربية، وما كانش لسه حد طلع رخصة، وبيعتبر ان ده من اهم الايام ويمكن اهم يوم في حياته. دي احلى ضربه بايده على مفاتيح البيانو، ضربه حره ما فيهاش نشاز، ضربه بدايه الاستقلال. في برنامج شباب توك في 2018 خط حياته من سنه 58 لسنه 2018 وقال: حط لي النقط والمفاصل في حياتك يا زياد. اختار لحظه الاستقلال بحياته كاول نقطه سنه 73، ما راحش حط مثلا اول لحن ولا اول حب، حتى اللحظه اللي اخد فيها الفلوس مقابل 8 الحان ما انكتبش عليها اسمه. معرفش يعني، يمكن ده السبب انه كون شخصيه زياد وخلانا احنا فعلا حزينا عليه. الحريه والانطلاق والاستقلاليه اللي جواه هو ده اللي مزعلنا. لكن في لحن واحد من الثمانيه اتغير كلامه بعدها بسنين وغنته فيروز، اللي هو زعلي يطول انا وياك سنة 81. زياد عمل أول مسرحية 73 اللي هي سهرية، وهي حقيقي مش أول مسرحية، لأن زياد عمل مسرحيات كتير قبل كده واشتغل كمان في المسرح وعمل مقدمات موسيقية واشتغل بيانيست وعازف وقعد تاني مسرحية الرحبانية. كل ده كان عمله زياد، بس مسرحية من الألف للياء كانت سهرية، واللي فيها بنت طريقته ولغته في الكتابه. زياد مش بس خد لغه الشارع، لا هو خلق لغه جديده، ممكن تكون هي دي سبب حب الناس ليه وزعلهم عليه رغم الاختلاف بينهم. عبقريه زياد الفنيه ممكن فيروز تلخصها في الفيديو ده. زياد مثل آلة تصوير بتلقط الصور اللي ما بيقدر يشوفها حدا، وعنده قدرة على مراقبة الأشياء بدقة غريبة، مثل ما عنده تأمل طويل لعلاقة الأشياء ببعضها. بعد ما انفصلت فيروز عن عاصي كان زياد جزء مهم من مسيرة فيروز ورهانها على المستقبل. وكأي تجربة مختلفة جديدة اتقسم الناس بقى على تجربة فيروز وزياد، ما بين ناس شايفة ان زياد بيستغل امه وبيستغل نجاحها وبيدمر تاريخها الفني، وبين ناس تانية خالص شايفة ان فيروز مع زياد قدرت توصل بعمق الناس وشرايح اكتر، وبقت اكتر حرية وانسانية في اغانيها والحانها، وحتى كلمات اغانيها اللي بقت اجرأ جدا مع زياد. زياد الفنان بيعمل المسرحية التانية سنة 74 واللي كانت بتعتبر البداية الحقيقية الواضحة لزياد، رسمة الخطوط الواضحة بين الرهبانية والزياد. مسرحية نزل السرور اللي مثلها أبوه الروحي ورفيق دربه وحياته، واللي عمل معاه فعلا بعد كده معظم شغله، العبقري جوزيف صقر. جوزيف وزياد حاجة كده شبه إمام ونجم، بديع والريحاني، ثنائية تكامل فني، وكان كمان فيها كارمن لوب اللي هنتكلم عليها كمان شوية، وزياد نفسه مثل فيها. والمسرحيه اللي اتقال وقتها ان هي كانت توقع الاحداث اللي هنشوفها كمان سنه، لكن زياد رفض الادعاء ده تماما، لان ما يطلق عليه حرب السنتين هي لحظه كاشفه لزياد نفسه، بيتفتح وعيه على المحطه الثانيه، حرب السنتين او حتى الحرب الاهليه اللبنانيه. زياد بيتعرف على دلال الصحفيه الشابه في مسرحيه ميس الريم سنه 75، وتبدا قصه حب رفضتها فيروز بقوه، وعلى مدار علاقه رايحه جايه بين الاثنين بتسافر دلال على لندن تبعت له بقى ايه ان العلاقه انتهت. الكلام ده كان سنه 78 او 79 تقريبا. بيبعت لها جواب وبيقول لها فيه: جربت انه افتش على انسان جديد حبه، وبعد البحث والتدقيق تبين انه ما لقيته ما بعرف، وما اعرفش انا بقى هي اللي كانت حماره ولا هو ده، لان هو ما سمعش كلام والدته وسافر لندن واتجوزه. وبعد فتره رجع لبنان، وطبعا حكايه كيفك انت الشهيره. لو ما تعرفش، فزياد بعد ما رجع لبنان كان سهران هو وشله من صحابه في البيت، ومره واحده قرر زياد انه ينزل يشتري حاجه والوقت كان متاخر. زياد بيوصف ان هو كانت كيف السينما، وهنا بيحصل روايتين، روايه بتقول ان هو التفت ولقى امه، وروايه تانية بتقول ان هو التفت ولقى حب قديم في حياته. تكون دي نواه لاغنيه والبوم روعه سنه 91 اسمه كيفك انت. يا بصير مش نورمالة. في فرق لانه الكاسات ابطأ مش نفس الطبق. ايوه. سبتمبر 2007 ساعة قربت على 10 مساء، مسرح وسط بيت الدين منور بأقل كمية ممكنة من الضوء، كأن النور خايف يزعج حنية الليل. زياد على البيانو، جمهور ساكت، ولا صوت ولا أي حاجة غير ريح خفيفة بتعدي من الشجر اللي حوالين القصر. وفي وسط الصفوف ليلى قاعدة لوحدها، هي مش من عشاق الحفلات، يمكن اول مره تروح حفله، لكن جات لها الفرصه تسمع زياد. هي مش بتحب الزحمه، بس بتموت في اللحظه اللي بيبدا فيها يقول بصوته الخشن: قلتيلي حبيتك وما قدرت احبك. وصوت زياد من ورا اللي دايما بيجي من سحابه سجاير وهم سياسي. كان الليل ناعم بشكل غريب. في اللحظه دي شادي بيخش متاخر وبيدور على مكان فاضي، اكيد ده مكانه. قعد جنب ليلى واعتذر بعينه، لكنها ما كانتش بتبص له، وكل كلمه كأن رصاصه بتمر ببطء. يا عمي انا ما تغيرنا، انت اللي تغيرنا. بص لها شادي ولاحظ ان في رعشه خفيفه في ايدها، كأن الكلمه خبطت في جرح قديم. قال لها بهمسه: هو انت بتحبي الاغنيه دي؟ ردت من غير ما تبص:
بحبها لما بسمعها من واحد موجوع فعلا بس لسه بيضحك. ضحك ضحكه صغيره وقال طيب بتحبوا انتوا وجع الرجاله يا بنات حوا؟ فضحكت له لاول مره وبصيت له، كان وشه منور بنور المسرح، النور ساب جزء غامق زي ماضيه. فعلا الحب جميل. هو الحب بقى اصلا عمل ايه مع زياد؟ يا ترى كان بيانو برضه ولا ناي حزين؟ معرفش، تعالوا نشوف. زياد حب لاول مره الحب البريء الطفولي. عارف اول مره القلب بيدق بتبقى عامله ازاي؟ حب الطفوله البريء الجميل، حب نضيف من غير غرايز، حب بيطير. تقريبا ده الحب اللي حسه زياد، وكان بيبان في عينيه قوي لمعته لما كان بيحكي عنه. وبيوعى زياد على الحب وهو في المدرسه. حب بنت مصريه وكانت اكبر منه اسمها ليلى، كانت شغاله في احد محلات عائله الرحباني. حب من طرف واحد. ويكتب لها اغنيه ايه بقى؟ عهدير البوسط، اللي غنتها فعلا بعديها فيروز. والاسم الصح ليلى مش عاليه. اوقات كتير جدا لسان الحب ما بيقولش الحقيقه. المهم اشتراها عاصي من زياد ب 500 ليره. البوسطه هو الاتوبيس القديم البطيء، بس البنت بطلت اغنيه اتغيرت، واللحن كمان اتغير بقى اسرع من البوسطه نفسها. ومن هنا تقريبا فهم زياد ان الحب زي اللحن بيتباع بيتغير، بيجري اسرع منك لو انت فضلت ثابت. وبعد كده اتجوز دلال زي ما قلنا بقرار منه لوحده، وخلف منها عاصي. لكن كالعاده مفيش مفتاح ابيض بيفضل على حاله في البيانو بتاعه. الخلافات بتبدا، هو غرقان في النوتة والمزيكا والألحان والأنشطة السياسية، وهي بتحاول تشده أكتر ناحية البيت والالتزام. هو غالبا نفس اللي أبوه حاول يعمله معاه سنين كتير وما قدرش، هي كمان ما قدرتش. صعب تقف قدام موج البحر بالذات لو الجو صعب. زياد عنيد، مش بس بيعرف يكسر الصخر، لا ده بيكسر الصمت بألحانه. بدأت دلال بقى تكتب مقالات ان هي تنتقد الزوج والفنان بشكل مباشر، وتتهمه بالإهمال والخيانة والتسلط. والطبيعي انه بيخلص الأمر بالطلاق في التسعينات، عشان تاني يتحول لنغمة طالعة من مفتاح بيانو اسود. وطبعا كتب لها مربط دلال، اللي طبعا بيذم فيها وفي اللي جابوها وش كده، والأغنية دي كمان. بصراحة ما في أحلى من الصراحة. لكن الموضوع مش بيخلص على كده، لا طبعا النغمه بتعلى اكتر وبتنشز اكتر. في اوائل الالفينات لما بيطلب زياد انه يعمل تحليل دي ان ايه لابنه عاصي. ده ايه ده؟ ازاي الكلام ده بعد كل السنين دي؟ وفعلا بيعمل التحليل اللي بيقول ان عاصي مش ابن زياد البيولوجي، وبيرفع عليه دعوه قضائيه فعلا بانكاره ومنع استخدام اسم الرحباني رسميا. وبعد ما كان بيقول عليه الابن بقى بيسميه هذا الانسان. زياد لما اتسال قال انا كنت بعمل كده عشان احميه هو نفسيا. وده ردت بعد كده قالت ان هي عملت كده عشان هو خانها فبتردها له. قصه غريبه ودراميه وصعبه جدا بصراحه. يمكن انسان تاني غير زياد ما كانش قادر خالص يتحملها، بس يمكن عشان هو بيحول كل حاجه لسخريه وضحك قدر يكمل حياته بعد كده، او يمكن ما قدرش، معرفش. تخلص بقى علاقات زياد على كده؟ طبعا لا. كارمن لوبوس حاله رومانسيه بدات في الثمانينات، لما كانت كارمن عندها 17 سنه وشغاله في مسرحيه فيلم امريكي طويل اللي زياد كتبها فعلا واخرجها. العلاقه اتحولت من حب فني لشراكه عاطفيه طويله وامتدت حوالي 15 سنه، خلفت فيها اراء ومجتمعات حواليهم بسبب اختلاف حياتهم وظروفهم. كانت العلاقه شبه جواز. قالوا ان احنا اتجوزنا قدام ربنا بس مش على ورق. وقالت كارمن ان ما حدش حبني زي زياد. كانوا عايشين في المركز اللي هو بيت وساحه فنيه كله بيانو والات موسيقيه، ومجموعه اصدقاء وفنانين بييجوا يسهروا معاهم ويتشاركوا معاهم احلامهم وحب وفن ونقد اجتماعي. معرفش بقى كان شبه بيت زياد اللي عاش فيه في طفولته ولا لا، بس يمكن زياد كان عايش فيه بمفاتيح البيانو البيضاء. زياد اهدى كارمن اغاني كتير كلها فعلا حب، اشهرها على الاطلاق عندي ثقه فيك اللي غنتها فيروز، وطبعا بلا ولا شيء الحب اليساري اللي ما فيهوش حاجه غير حبيب وحبيبه وجنينه خضراء وبس. العلاقه كافحت صعوبات، منها ضغط مالي كبير، مشاكل من وسط المحيط والعيله، وافتقاد الاستقرار اللي كانت كارمن بتحلم بيه. وقالت قبل كده ان هي ما كانتش بتعرف تقول له ان ده مضايقني او ده مزعلني، كنت بتوقع ان هو هيفهم لوحده. مصاري ولا ممكن في ليرات ولا ممكن في أراضي. اما علاقته مع اخته ليالي اللي ماتت 28 سنه وعملت جرح كبير في الاسره بالذات عند زياد، لانها كانت الاقرب لقلبه، كانت بتصوره طول الوقت، جزء دافي شويه في حياه زياد. موتها كان مؤثر جدا في حياه زياد، بالذات ان هو جه بعد سنتين بس من وفاه عاصي، بعد للاسف صراع مع مرض طويل. عاصي اللي لما اتسال زياد انت مين اقرب لك امك ولا ابوك، جاوب عاصي. في مفاجاه للناس كلها ومنهم انا على فكره. انا عشت حياتي كلها فاكر ان هو اقرب لفيروز لامه، بس اكتشفت ان عاصي كان استاذ وهو الشخص اللي فعلا فاهم زياد اكتر من اي حد تاني. وزياد ما قدرش ابدا ينكر على عاصي الاستاذيه بتاعته واستاذيته عليه، حتى في الوقت اللي كان بيهاجم فيه مزيكته واغانيه وبيتهمه ان هي رسمت صوره تغريبيه مش حقيقيه عن لبنان وعن عالم عربي افتراضي رومانسي جدا. عالمه الخاص اتدمر بعد فيروز والمرض اللي اتمكن للاسف منه. عاصي بعد خروج فيروز كان اكبر مشاكله ان اسرته هتنهار بعد الانفصال ده. عاصي اللي علم زياد كل حاجه في المزيكا،
ولما اتسال وقت ولاده زياد انه يكتب كلمه انا خايف لا يطلع هل خلبوط بيحب الموسيقى ويمسحني مثلا. هل ده كان خوف حقيقي ولا امنيه؟ ما اعرفش. وكمان كان بيقول ان الواد ده فيه عرق مصري، يمكن عشان كان اول حب ليه كان واحده مصريه، يمكن عشان حمل فيروز فيه كان في مصر، وحتى معرفه حملها كان برضه في مصر. ففيروز وعاصف فبراير 55 جم مصر في اطول شهر عسل وشغل، قعدوا 6 شهور، وهنا حصل الحمل، وهنا خدتها صاحبتها الاعلاميه امال فهمي للدكتور وعرفت بقى انها حامل. ممكن ده يكون واضح بعد كده بقى بتاثره جدا بالموسيقى المصريه للدرجه اللي خلته يحط صوره لزكريا احمد، الصوره الوحيده في الصاله عنده، ويتاثر باحمد فؤاد نجم جدا، ويعشق طبعا سيد درويش، ويطلب من الشيخ امام ان هو يغني اغنيه انا مش كافر. ودليل كمان ان انت لما بتسمع فعلا اغانيه بتحس ان هو فيه من سيد درويش جدا. حريه البحر المتوسط والجرأه الاسكندراني، القلب الصافي الجريء اللي بيدخل بصوته ويحكي لك حكايته ويحسسك كده ان انت صاحبه حتى لو عمرك ما قابلته. ممكن ده يكون ليه اثر كبير وتاثير كبير في ارتباط المصريين فعلا باغاني فيروز في وقت الحان زياد، وحبنا وزعلنا عليه واحنا ما نعرفش. ما اعرفش. لا بحبه دي قليلة. يعني قولي بعشقه بموت فيه، بحب مزيكته، انا بحس ان انا صاحبته من خلال مزيكته، يعني من كتر ما بفهم مزيكته بحس بيه، فبحس ان احنا اصحاب مع اني انا عمري ما قابلته في حياتي. بس اكيد زياد ما كانش بيفهم لقب فنان وبيرفض تماما ان هو يتوصف بيه، ممكن عشان كان بيشوف ان فنه اقل من حجمه، ممكن كمان بسبب ان انتاجه في السنين الاخيره بقى قليل جدا، ممكن يكون عشان هو ما كانش شغلانه بالنسبه له، هو كان عايش على المقالات والاذاعه مش من الفن خالص. اخر مسرحيه كانت 1980، حفلات قليله، البومات قليله جدا، مش بحجم خالص التدفق والانتاج اللي في الاول. زياد اخر مسرحيه عملها وهو عنده 24 سنه، ما بين اخر البومين 9 سنين كامله، ولا كيف 2001 وايه في امل 2010. هل السياسه اخذت من زياد او اخذت زياد خالص؟ معرفش. بس زياد السياسي الشيوع من صغره زاهد اساسا للحياه، كتب وهو 12 سنه بيكلم العصفور بيقول له كيف افهمك يا عصفور قفصنا، انا غير اهلي لا احب ان اقتنع، لا اقفاص ولا عصافير. الراجل ده لما كبر كان موقفه عن الربيع العربي مختلف عن معظم اليسار الثوري تماما، كان ضده ودعم بشار وايد حسن نصر الله، مع انه اختلف معاه في التدخل في سوريا. مواقفه مش متماشيه دايما مع التوجهات الحزبيه او التكتيك السياسي، حاول يمشي بكيان سياسي كبير لانقاذ لبنان يضم كل الناس اللي افكارهم يساريه، هاجم علاقه الدين بالسلطه وطبقه رجال الاعمال، حاربه ضد الطائفيه، وحاولته لفهم كل التغيرات اللي بتحصل دي. ممكن تكون جدا حولته لشخص محبط ويائس. معرفش ليه دايما بحس ان السياسه بتحولك لشخص غامق زي بالظبط مفتاح البيانو، يمكن لانك بتشوف الدنيا بعين العارف اكتر ما تكون غرقان في نعيم الجهل. زي ما بيقول زياد السعيد في حياته اللي راسه فاضي. كل ما بتقرب اكتر من السياسه وتفهم ان اللعبه خلصانه كل ما بتطفي اكتر وبتبقى كئيب. رغبتك ان انت تبقى متسق مع افكارك ومبادئك ده مش سهل. لو عشت مرفه يقول لك شايف اللي عامل فيها شيوعي هو راكب وعايش وبياكل، لو عملت اي حاجه هتنتفض. تحس ان الناس بتعاقبك على حبك ليهم. معرفش، ناس كتير بيقولوا ان زياد شخصيه عدميه، هو بس ممكن يكون يائس ومحبط، وده اكيد انعكس على حياته وفنه ويمكن اصلا رغبته في الحياه. معرفش. شارع الأشرفية بيروت، نوفمبر 2021، الساعة حوالي 1 بالليل، الشارع فاضي، النور باهت، كأن المدينة نايمة وهي خايفة تصحى أو مش عايزة تصحى. ليلى وشادي ماشيين جنب بعض بس ما بيتكلموش، صوت خطواتهم أعلى من الكلام. شادي بيقف وبيقول لها بس إزاي أحب وإحنا حوالينا كل ده؟ الكهرباء بتقطع والدنيا غالية، مفيش شغل، مفيش حاجة خالص، الناس بتموت وأنت عايزانا نحب ونضحك. ليلى بترد وبتقول له لان الحب هو الحاجه الوحيده اللي فاضلنا، بس حتى دي انت مش عارف تحتفظ بيها. بيرد شادي ويقول لها انا مش عارف احب وانا مكسور كده. ليلى بترد وانا المفروض اعمل لك ايه؟ اقعد جنبك استنى لحد ما تخلص على الباقي مني كمان؟ فشادي بيسكت وبيهمس لها لا امشي. ليلى بترد وبتقول له همشي عشان ما اموتش وانا عايشه. بتلف ليلى وبتكمل مشي وبتردد مقوله زياد الحب ضروري في هذه الحياه، لا سيما في مثل هذه الحياه. هو ما بيتحركش وبيرجع يبص للشارع، بيروت فاضيه زيه. فن زياد هو انعكاس لبيروت، خلطة الجاز الأمريكي مع الشغل الشرقي المصري بتاع زكريا أحمد وسيد درويش مع موسيقى لبنان الرحبانية الجبلية. هي خلطة لبنان في التوجهات. لبنان طول الوقت وحجمها وتركيبتها الثقافية وموقعها الجغرافي بيفرض عليها طول الوقت سؤال انت مين يا ست الدنيا؟ انت مين يا اللي شغله العرب والعالم؟ انت دولة الحريات؟ انت دولة غربية في قلب الشرق؟ انت مالك للواقع العربي ولا للحلم الإنساني ولا ايه؟ بس زي بقى النزار الأباني من حنجرة ماجدة الرومي بأن لم نفهمك ولن نعذرك. ممكن ده كمان ينطبق على زياد. نعترف اننا لم نفهمك ولم نعذرك يا رفيق زياد. قرار زياد بالموت واهماله عن قصد في العلاج، في اقاويل كتير بتقول ان هو رفض ياخد متبرع جزء من الكبد، وكان شايف ان هو استغلال مش انساني ما يتفقش ابدا مع افكاره، ان هو يستغل حاجه انسان للفلوس عشان ياخد حته من جسمه ويعيش هو. وهيعيش يعمل ايه يعني؟ هيتفرج على العالم هو ما بيتقوش. وشايف ان لبنان فعلا بتمر بازمه كبيره وفي محاوله دائمه ان هي تفلفص منها. هو نفسه شايف ان كل اللي غناه ما بقاش مهم. زياد اتسال في برنامج لو بكره اخر يوم في حياتك
هتعمل ايه؟ قال هموت النهارده مش هستنى لبكره. لكن الغريب واللي ممكن زياد نفسه يستغرب له، زياد اللي كتب في مذكراته وهو عنده 12 سنه: صديقي يا الله، ليتهما يعرفان ان الفرح اقوى من الحزن، ليتهما يعرفان ان لحظه العمر الاخيره قد تنزل ونحن نتخاصم، ليتني لا اعرف ما اعرف. في يوليو من جديد وقريب من مكان وفاه محمد علي اللي اتكلمنا عليه في اول الحلقه، في شوارع الحمراء تحديدا 28 يوليو المقاهي سكتت، المزيكا اللي كانت دايما طالعه من شباك مفتوح بقت دلوقتي بتطلع من جوه قلب مجروح، ناس كتير قوي مالين الشوارع، تصفيق ما بيسكتش، صوت سرينه عربيه سودا كبيره بس ما بيستمرش كتير. تصفيق الناس والتصفير هو الحقيقه مش تشجيع ماتش كوره ولا حتى ضحك على مشهد كوميدي، ده تصفيق ومعاه دموع وغنى. توصل العربيه للنقطه اللي فيها الشارع بيتقسم لنصين، في ناحيه واقفه ليلى لابسه اسود وعينيها حمراء وايديها متكتفه على صدرها، مش بتسقف زي الناس، بتحاول ان هي تمسك دموعها بس هي بتفشل. في الناحيه الثانيه شادي وشه شاحب، الدخان طالع من سيجاره منسيه في ايده وعينيه بتدور عليها وسط الناس كانها هي نجاته الوحيده. الناس بتتحرك كلهم حواليهم بس هم ساكتين كان الزمن واقف عشان خاطرهم هم. ليلى بتمسح دمعتها وبترفع وشها وبتشوفه، شادي برضه بيرفع عينه وبيشوف. عيونهم اتقابلت، مش زي نظره ناس كانوا بيحبوا بعض ولا حتى زي ناس افترقوا، دي نظره ناس ما عرفوش يتقابلوا غير في لحظه وداع كبير. زياد رحل وهم لسه هنا، بس ما بينهم طريق وما بينهم وجع وذكريات زياد اللي كانت بطبعهم زمان، كل حاجه حواليهم بتختفي. ليلى زي ما هي ما بتتحركش بس دموعها بتزيد اكتر، اكن سحابتين تقال خبطوا في بعض. شادي بيرمي السيجاره بس ما بيعديش الشارع. في أمل، إيه في أمل، أوقات بيطلع من ملل. معرفش زياد لو كان شايف وداعه في الكنيسه فيروز بالنضاره السوداء، ووداع في السوشيال ميديا في كل العالم، وداع اصدقائه في الحمراء وهم بيبكوا كان هيقول ايه؟ وداع زياد نفسه عكس حياه زياد، كل الناس باختلافها فعلا حبوه، حتى المنافقين وبتوع السلطه اللي كنت انت بتهاجمهم جم الكنيسه حبا فيك او في امك. معرفش اصاله اللي كانت بتهاجمك بتنعيك بكلام مؤثر، والفنانات اللي كنت بتهاجمهم جم يعزوا فيروز. لكن العزا الحقيقي كان وسط الحمراء، الناس اللي عرفتك كل بيروت وشوارعها بيعتبروا زياد صديقهم كلهم، ليهم معاك ذكريات. في صحفيه قالت جمله معبره جدا، قالت من كتر حب لزياد ومعرفتي فعلا بافكاره كنت متخيل ان هو لو قابلني في الشارع هيعرفني زمان عارفاه. وفي اخر المشهد بيسكت تماما البيان على صوت تصفيق الناس، بس لسه احنا بنسال هل خلاص؟ هل زياد قال كل اللي عنده والحفله خلصت ولا احنا لسه محتاجين نسمعه؟ الولد اللي عزف العمر كله بصوت عالي سكت فجاه، بس السكوت ده مش موت، ده احتمال انه تعب او يمكن كان مستني صوتنا يرد. في يوم وداع زياد مفيش جمهور بيمشي ولا ستاره بتتقفل، بس في وطن كامل، في انسان حقيقي ملهوش مكان وملوش عنوان وملوش زمان، الانسان المظلوم في كل عصر ومكان واقف بيبص للبيانو اللي ما عادش بيطلع صوت. لما زياد بيسيب المسرح هو مش بيختفي، هو بيسيب نغمه ناقصه عشان احنا نكملها. زياد ما ماتش، زياد رحل جوه كل واحد فينا وسابنا ندور على النوتة اللي بعدها. يمكن هو ده زياد، هو ده الصاحب اللي قريب منك بس انت عمرك ما قابلته. معرفش. وخبركن عني أنا كل